قانون الشيكات الجديد اللي كاين دابا في هاد 2026. الا كنتي انت كتعامل بالشيكات اولا انك كتاخذ شيكات عند الناس، تفرج في هذا الفيديو هذا غادي تاخذ فيه بزاف ديال المعلومات اللي ما غتندمش عليهم. لكن الاخوان قبل ما نبداو كيف ما ديما ما تنساوش انكم ديروا واحد لايك وواحد الاشتراك، راه كاين بزاف ديال الفيديوهات كنحطوهم على هاد القناه هذه. يعني هاد قانون الشيكات الجديد ديال 2026 من بعد ما تم الموافقه عليه او المصادقه عليه في البرلمان، في مجلس النواب، في مجلس المستشارين، نهار 3 اللي فات اللي هو 14 يناير، كلهم وافقوا عليه. بقات دابا خطوه واحده اللي بقات، شنو هي؟ هو ان هذا القانون هذا يتنشر في الجريده الرسميه وغادي يديروا ليه التاريخ ديال التطبيق ديال هذا القانون. الا دار ليه تاريخ عول على هذه القوانين اللي قلت لكم، راه كاينين قوانين الصدمه غتجيك فيهم وبزاف ديال الحوايج تبدلات. هذا القانون ما غيبقاش يدخلك للحبس في بعض الحالات، وكاينين في بعض الحالات هذا الشيك هذا واخا يعطي لك بنادم ما غتديش للحبس، واخا يكون ما فيه لا فلوس لا والو، ولكن الملك ما يقبلش ديك الشكايه ديالك واخا انت دعيتيه ما غتصور منه والو. يعني هذا الشيء علاش قلت لكم تبعوا هذا الفيديو هذا حتى الاخر باش تفهموا بالضبط اشنو واقع وشنا هو هذا الجديد اللي كاين في هذا القانون ديال الشيكات اللي غادي يطبق في 2026. اول حاجه اللي غنهضروا عليها هو انه عوارض الاداء. شنو هما هاد عوارض الاداء؟ عوارض الاداء هو هادوك الناس اللي عندهم شيكات عاطينهم للناس وانهم رجعوا لهم لي زامبيي او لا رجعوا لهم بدون مؤونه او لا بدون رصيد. ملي كيرجعوا لك هنا كيكونوا كتكون انت داخل في واحد لا ليست ديال انك انت ما عندكش الحق مازال انك تاخذ كارني شيك. يعني البنكه ديالك هنا واخا تمشي عندها تبغي تاخذ كارني شيك ما غاديش يعطيوه لك مازال. وكاينه واحد القضيه واحده اخرى، شنو هي؟ هو انه البنكه ديالك الا دخلتي في هذيك لا ليست ديال عوارض الاداء او انك ما كتخلص الشيكات ديالك، هنا كيوليو يطلبوا منك هذوك الشيكات اللي باقيين عندك انت باقي ما دفعتيهمش. دابا انت خديتي كارني شيك، دفعتي الا قطعتي منه ورقه واحده ديال شيك عطيتي لواحد رجع لك ام بي، يعني باقي عندك في المثال 49 ورقه، كنهضروا على كارني شيك ديال 50 ورقه. يعني هنا البنكه كطالبك انك ترجع هذوك 49 ورقه اللي عندك انت، خاصك ترجعها للبنكه حتى تسوي الوضعيه ديالك. يعني هنا رد البال من هذه القضيه هذه. راه دابا الا ما كانش عندك، الا كان عندك في المثال شيكات ديال لي زامبيي او لا بدون رصيد في المثال، عول على هذه القضيه هذه انك ما غتبقاش تاخذ كارني شيك وما غاديش تبقى في المثال انك تخلي عندك شيكات كيطالبوك انك ترد لهم الشيكات ديالهم. وهذه القضيه هذه ديال الناس اللي باغيين يسدوا الحساب البنكي، رد البال مزيان باش ما تقولبش. بغيت تسد الحساب في البنكه ديالك انك ما بقيتيش بغيتيه، ما بقيتيش كتستعملو، ما بقات عندك حتى شي غرض به، تبع هذا الشيء هذا باش ما يقولبوكش وينصبوا عليك وتصدق مخلص شي حوايج انت اصلا ما عندكش داخل فيهم. هو دابا البنكه ملي كتمشي تبغي تسد الحساب اغلبيه ما كيبغيوش يسدوا لك الحساب، ولكن قانونيا بقوه القانون ان هذاك الحساب خاصو يتسد انت الا ما بقيتيش بغيتيه، ولكن بشرط انه ما يتسالوك حتى شي حاجه. ما كيتسالوك والو راه ضروري هذاك الحساب غيتسد. وكاين واحد القضيه اللي وقعت مؤخرا في مدينه مراكش، ان واحد البنكه اكس انها ما بغاتش تسد الحساب لواحد السيد، قالوا لي كنتسالوك شي عشرات المليون ديال انه بقات لك زعما ديال الفوائد انك كتزاد عليه. السيد ما خلصهمش، مشى دعاهم وربحهم في محكمه النقد، امروهم بانهم يسدوا الحساب فورا او لانه ما سدوش غيبداو يتزادوا عليهم لي فري ديال 500 درهم كل نهار لهذاك الشخص مول الحساب. هنا البنكه انها فورا سدات هذاك الحساب باش ما تزيدش تخلص لي فري لهذاك الشخص. يعني هنا انت بغيتي تسد الحساب ديالك، هاد الخطوات رد ليهم البال مزيان اللي غادي نقول لك شنو هما. اول حاجه كتمشي للبنكه كتقول لهم راه بغيت نسد الحساب ديالي، ما يكونش هذاك الشيء شفوي، خاصو يكون كتابي ويكون عندك لاكوزي ديال انك راه طلبتي لهم تسد الحساب ديالك. كدير انت هذيك الطلب ديال اغلاق الحساب، كتدي لهم جوج ورقات كيكاشيو لك وحده وتخلي لهم وحده وتجيب انت وحده ديالك بانك باغي تسد هذاك الحساب. في بعض الاحيان هما كيعطيوك واحد لاكوزي من عندهم، يعني ما تحتاجش ان هذاك اللي عندك، ولكن انت من الاحسن دي ديالك عطاوك هما لاكوزي ديالهم على انه طلب ديال اغلاق الحساب مزيان، ما عطاوكش لك راه كتدي ديالك انت كيكاشيو لك فيه. ولكن خاصك انك الا بقى عندك شي كارنيت شيك ديالهم ردوا ليهم كامل، رد ليهم لاكارت كيشي ديالهم، رد ليهم كارنيت شيك ديالهم، ما تخلي عندك حتى شي حاجه ديالهم. يعني هاد كارنيت شيك ملي غتعطيه لهم راه ماشي تعطيه لهم وتزيد في حالاتك، لا، كارنيت شيك كتعطيه لهم
وكتاخذ عليه واحد الوصل اولا توصيل ديال هذا الكارنيت شيك، شحال باقا فيه من ورقه، من عدد كذا، رقم كذا الى رقم كذا، يعني والعدد ديال الوراق اللي عطيتي فيه، باش ما يوقعش شي مشكل في شي شيك ويخرج شي مشكله وتولي انت اللي واحل. يعني ملي كتعطيهم هذاك الشيك اللي كترد ليهم، كيكون عندك واحد الوصل انك رديتي كارنيت شيك الفلاني في عدد الاوراق كذا من الرقم كذا التسلسلي كذا الى الرقم التسلسلي كذا. ملي كدير هذه القضيه هذه هنا كنأكد لك انك ما غادي طيح مازال في حتى شي مشكل في هذه القضيه هذه ديال اغلاق الحساب البنكي، حيت بزاف ديال الناس كيخليو هذاك الحساب كيبقاو يتزادوا عليهم هذاك ديال الحساب ديال لي فري ديال الحساب، كيبقاو يتزادوا عليك يتزادوا، كتمشي كيقول لك كنتسالوك 2000 درهم 3000 درهم 5000 درهم وانت ما عندكش بها علاقه. وهنا كاين واحد القانون ديال انه الحساب الى انك ما عمرك حطيتي فيه شي ريال، ما هزيتي فيه حتى شي ريال تقريبا لمده عام، الا بقيت عقلت على المده لمده عام، ما الحساب ما حركتي فيه انت والو، ما جبدتي فيه، ما حطيتي فيه، هنا كيقول لك بان داك الشيء كاع اللي كيزيدوا عليك في هذيك البنكه راه ما كيتسالوش لك، راه الا دعيتيهم ما غيصوروا منك والو، او لا الا دعاوك هما عاوتاني على دوك لي فري ديالك راه ما كيصوروا منك حتى شي حاجه. يعني البنكه حتى هي كيقول لك ملزمه ان واحد الحساب ديال واحد الشخص ما كيدير به والو، ما كيحرك وما كيفيرسي فيه، ما كيجبد منه، ما كيخلص، ما كيدير به حتى حاجه واحد المده ديال عامين او لا 3 سنين، هنا البنكه كتكون ملزمه انها تسد هذاك الحساب ديال هذاك الشخص. ولكن انت احسن حاجه هي انك تمشي لهذيك الطريقه اللي قلت لك، تمشي برجلك وتسد الحساب ديالك وتهنى من هذاك الشيء كامل ومن هذوك المشاكل اللي غادي يجيو منه. وهنا بالخصوص الناس اللي كانوا في عوارض الاداء اللي هضرنا عليها في الاول، الا بغيتي انت تخرج من هذه القائمه ديال عوارض الاداء وانت باش ما تبقاش عندك هذا المشكل هذا، كنتي كتخلص هذوك الشيكات ديالك اللي بدون رصيد، وكتخلص الغرامه اللي تبعك ديال هذوك الشيكات بدون رصيد، وكتسنى هنا لمده ديال 10 سنين عاد ممكن انك تاخذ هذا الكارنيت شيك من جديد. دابا ما بقاتش هذيك تسنى 10 سنين، دابا ولات 5 سنين. 5 سنين دابا تاخذ كارنيت الشيك ديالك، ما تبقاش تسنى لا 10 سنين لا والو. ودابا من قبل الا كنتي هذيك الغرامه اللي كتجيك على دوك الشيكات ديال بدون رصيد كنتي كتخلص 1.5%، دابا ما بقاتش هاد 1.5%، هبطوها مزيان. يعني دايرين دابا واحد المبلغ لانه ما تقدرش تهبط عليه، وكاين واحد المبلغ اللي انك ما تقدرش تفوتو. يعني نورمالمون كاين اللي عنده شيك كبير فيه فلوس بزاف، ملي كدير 1.5% كيجي المبلغ كبير عاوتاني. دابا لا، دابا هبطوا ديك القيمه ديال الغرامه، هبطوها، يعني ادنى ما يمكن تخلصوا اللي هي 500 درهم، اقل ما يمكن هي 500 درهم. ويعني دابا البلافون دابا اللي غتوصل ليه اللي هو 5 المليون. ما بقاتش دابا ديك ديال انه ديك 1.5% على القيمه ديال الشيك او المبلغ اللي كاين في الشيك، دابا ولات 5 المليون هي البلافون، واخا يكون الشيك اللي كان فيه دابا غتخلص البلافون ديال 5 المليون. هذا هو الجديد اللي داروا عاوتاني بالخصوص الغرامات ديال صحاب الشيكات. ودابا هنا غادي نجيو العقوبات ديال صحاب الشيكات اللي هو الحبس. يعني هنا في كيسولوا بزاف ديال الناس كيقول لك شنو هما العقوبات اللي داروا جديدات بالخصوص صحاب الشيكات. كاينين دابا بعض اصحاب الشيكات ما غيبقاوش يمشيو للحبس بصفه نهائيه، سواء كان بدون رصيد كان اللي كان ما غيمشيش للحبس، ما غتتصور منه حتى شي حاجه، واخا تديه انك تبغي دير به انه شكايه عند وكيل الملك كيرفض لك هذيك الشكايه، كيقول لك لا هذه ما مقبولاش. يعني هنا كتمشي للمحكمه مدنيه بينك وبين هذاك الشخص، ما كتبقاش مسطره جنائيه او لانه جنحيه، ما كتبقاش هذه القضيه هذه ما كيقبلوهاش لك. يعني باش تكونوا عارفين هذه القضيه هذه، وبزاف ديال التعديلات انا غنقولهم لكم، ردوا البال مزيان من هذه القضيه هذه وتبع الفيديو حتى الاخر، غادي تفهم بزاف ديال التفاصيل باش ما تبقاش تقولب في هذه القضيه ديال الشيك. هنا نهضروا على الناس اللي كان عندهم شيك بدون رصيد، شي واحد مزور، شي اي حاجه جنحيه بالخصوص هذا الشيك هذا، اولا الناس اللي كيشدوا الشيك ضمانه. الناس اللي كيشدوا الشيك ضمانه بحال المصحات، بحال اصحاب كراء السيارات، بحال هذا الشكل هذا، دار لهم واحد المستجد جديد حتى هما اللي غادي ينفعهم حتى هما في هذه القضيه ديال الشيكات. كان شحال هذه اي واحد عنده شي شيك بدون رصيد، شي حاجه بحال هذا الشكل هذا، كدوز من سنه حتى ل5 سنين. هذا هو اللي كان من قبل. الجديد دابا اللي ولاو دايرين فصلوا في هذه العقوبات هادو، داروا كل عقوبه بوحدها، كل جنحه بالعقوبه ديالها، وكل حاجه تفصلات، ما بقاش داكشي اللي كان من قبل. غنبداو بالناس اللي عندهم شيكات بدون رصيد، دابا ولاو دايرين ليهم عقوبه حبسيه اولا جنحه. الناس اللي دايرين جنحه ديال الشيك بدون رصيد
تعطاتهم دابا العقوبه من 6 شهور حتى ل 3 سنين. وبالنسبه للخطيه دابا ولاو دايرين ليهم من 5000 درهم حتى ل 2 المليون. هذه هي دابا الجديد اللي كاين بالخصوص الناس اللي عندهم شيكات بدون رصيد. وهنا غادي نمشيو الناس اللي كيدفعوا شيكات مزورين ولا صرفتي شيك مزور وانت عارفه مزور عند البنكه. هنا بقات العقوبه من عام حتى ل 5 سنين، والغرامه من 2 المليون حتى ل 5 المليون. هنا دابا غادي نمشيو لهذوك الناس اللي كياخذوا شيك ضمانه. اللي كياخذوا شيك ضمانه من قبل كان فيه الحبس، دابا ما بقاش فيه الحبس، دابا ولات فيه خطيه او لا غرامه تخلصها اللي هي 2% من القيمه ديال هذاك الشيك اللي خديت. وهذاك الشيك اللي شاد هذاك الشخص راه ممكن انه يدفعه في اي لحظه ويتخلص فيه، راه كتبقى القيمه ديال الشيك هي القيمه ديالو. باش تكون عارف هذه القضيه. كيف ما قلت لك دابا، يعني دابا ما بقاش فيه العقوبه السجنيه في الشيك ضمان. الا خدا عندك شي واحد شي مصحه شي اوكاسيون اولا كيراء السيارات ولا اي واحد، هنا الا تبت عليه ان هذا الشيك هذا ضمانه كيخلص غرامه ديال 2% من القيمه ديال هذاك الشيك، وكتبقى القيمه ديال الشيك هي راه يقدر يدفعو ويمشي يتخلص فيه عادي جدا. هنا كاينه واحد القضيه اللي هي انك عطيتي شيك بدون رصيد، تشديتي انت في المحكمه، دزتي في المحكمه، ونقولوا كاع انك مشيتي كاع للحبس. اين فوا ان هذاك الشخص يتنازل لك على ديك الدعوه، او انك خلصتي مول الشيك، تخلص عطيتيه رزقه وخلصتي ديك الغرامه ديال 2%، هنا اوتوماتيكمون كتسقط هذيك الدعوه العموميه وكتخرج في حالاتك من الحبس او لا من المحكمه او لا فين ما كانت فين ما كنتي في هذيك اللحظه انت اللي خلصتي فيها. كتخلص كتخرج في حالاتك بحال الا عمرو ما كاين حتى شي حاجه، ما بقاتش بحال شحال هذه كتسنى. لا، دابا اين فوا كتخلص داكشي اللي عليك، كتخلص الغرامه ديال 2% ديال هذاك الشيك وكتزيد في حالاتك، تخرج من الحبس، كنتي في المحكمه يطلقوك فين ما كنتي، ما كتبقاش عندك متابعه لا حتى شي حاجه ديك الساعه. وهاد القضيه ديال انه كتخلص كتخرج في حالاتك، هنا كتمشي كتقول لهم يحيدوا لك بانه ديك السوابق كتحيد لك في البلاصه، ما كتبقاش عندك السوابق نهائيا واخا تكون انت خرجتي من الحبس. خلصتي المسائل ديالك كتخرج في حالاتك، تخلص الغرامه ديال 2%، كتمشي تقول لهم يحيدوا لك هذيك ديال السوابق، كيحيدوها لك سور بلاص، ما كيبقى عندك لا سوابق لا والو. ثم هنا غادي نمشيو لهذوك الناس اللي ما كيتعتقلوش في هذا القانون ديال الشيكات. القانون ديال الشيكات دابا اللي ما كيتعتقلوش فيهم هما الازواج. انت مراتك عطيتيها شيك راه ما غتصيفطهاش للحبس، عطاتك شيك راه ما غتصيفطهاش للحبس، عطيتيها شيك ما غاديش تصيفطك للحبس بصفه نهائيه. هنا ما كتبقاش فيها جنحه نهائيا. او لا مع والديك عطيتيهم شيك او لا عطاوك شيك، راه ما عندكش الحق انك تمشي تدعي، كتمشي عند الوكيل كتحط ليه انت ديك الشكايه ديال انه جنحه ديال انه شيك بدون رصيد، كيقول لك هذه ما مقبولاش، ما غياخذهاش عندك ما حتى شي حاجه. يعني هنا ملي كتكون انت مع عائلتك الوالدين ديالك او لا مراتك، راه هذاك الشيك ما ساوي والو. يعني هنا ردوا البال من الشيكات بالخصوص الناس اللي كيعطيو الشيكات كيقول لك لا راه عطيتها شيك. والمشكل الكبير هو نعطيكم واحد القضيه تعرفوها، هي انه حتى من بعد الطلاق مع هذا الشخص هذه او مع هذه المراه هذه، راه ما يمكنش لك انك تتبعها وتصيفطها على اساس شيك بدون رصيد. ما كتسقط لك هذيك الدعوه ديال الجنحه، كتولي تمشي انت للمحكمه مدنيه وكتبعها تما انت وياها، ما كتبقاش عندك ديك الجنحه ديال شيك بدون رصيد. باش تكونوا عارفين هذه القضيه هذه. وهذه القضيه اللي قلت لكم ديال الناس اللي مطلقين، هنا كتعطيك واحد المده ديال 4 سنين انه ما عندهاش عقوبه ديال انها شيك بدون رصيد. ولكن هذاك الشيك راه كيبقى سند دين، بحال الا عندك اعتراف بدين انك كتسالو هاد الفلوس هادو، ولكن ما كيبقاش جنحه. يعني نعطيكم مثال، دابا انت المراه طلقتيها العام الاول الثاني الثالث الرابع، ما عندكش الحق انك تتابع الا الى عطاتك شيك من مورا ما طلقتو ب4 سنين. دابا نتوما طلقتو دازت 4 سنين على داك الطلاق ديالكم، وفي الخامس نقولوا العام الخامس عطاتك شيك، هنا الا دفعتيه كتولي فيه جنحه. اما في الاربع سنين الاولى ما كتبقى فيه لا جنحه لا والو. يعني حتى هي ديك السيده الا طلقتيها او لا انت ولا هي بحال بحال، ملي كتكونوا طلقتوا كنقولوا نتوما دازت 4 سنين على داك الطلاق ديالكم، هذاك الشيء اللي تعطاك في هذاك 4 سنين راه ما محسوبش. الا عطاتك شيك جديد من مورا 4 سنين او لا 5 سنين من مورا هذاك الطلاق ديالكم، هذاك غادي تحسب انه
راه جنحه شيك بدون رصيد. وواحد القضيه واحده اخرى اللي هي من قبل، هو انك واحد خينا عطاك شيك انك ما لقيتيش فيه الفلوس، كتمشي تاخذ لاكوزي عند البنك ان داك البنك داك الكونط ما فيهش الفلوس، كتمشي تدفعوا للوكيل المالي، كيعطيهم امر باش ان هذاك السيد تعتقل في البلاصه. دابا تبدلات هذه القضيه هذه. شنو تبدل فيها؟ هو انه هذاك الشخص اللي عطاك شيك، انت في المثال لقيتي ما عنده فلوس لا والو، اين فوا كتدي انت كدير به شكايه عند الوكيل ان هذا السيد هذا عطاني شيك بدون رصيد، كيتعطى امر لهذاك الشخص اللي عطاك شيك، كيقول ليه انت هذا السيد هذا راه دار بك شكايه، خاصك تعطيه الامانه ديالو. ملي كيقول ليه خاصك تعطيه الامانه ديالو، كيعطيه واحد المهله ديال شهر، كيقول ليه في هذا الشهر هذا السيد خاصك توجد ليه الامانه ديالو. يعني هنا كيعطوك هذيك المهله ديال الشهر. وهنا نقول لكم واحد القضيه واحده اخرى شنو هو انهم كيزيدوا شهر ثاني باش يوجد فيه هاد الفلوس هادو. كيفاش كيتزاد هاد الشهر الثاني؟ وانه انت ملي كيدوز هذاك الشهر الاول ما وجدتيش الفلوس، كيجي مول الشيك كيقول عند الوكيل، كيقول له دير انا هذاك الشيك ديالي راه ما خديتوش. هذاك الوكيل كيطلب من هذاك السيد مول الشيك، كيقول له دير هذاك السيد راه غيبيع واحد الارض ولا عنده كيدير التجاره، راه جاب واحد السلعه غادي يبيعها، راه غيجيب لك الفلوس، واش مازال غتعطيه واحد مهله ديال انه ديال شهر اخر باش يجيب لك فلوس؟ يعني مول الشيك حتى هو كيشوف حتى هي كيقول لك انا بغيت غير فلوسي، انا ما عندي ما ندير به انني تعتقل ولا ما يتعتقلش. كيزيدوا عاوتاني شهر ثاني اللي غادي يوجد فيه هذوك الفلوس. يعني دابا راه كتعطاك واحد المهله ديال شهرين انك توجد فيه الفلوس ديال هذاك الشيك اللي عطيتي انت بدون رصيد. وهنا غنقول لكم واحد القضيه باش تكونوا عارفين، راه هنا ملي كيتعطيك هذاك الشهر الاول او هذاك الشهر الثاني بالموافقه ديال مول الشيك، يعني الشهر الاول كيعطيوه لك كيعطي لك وكيل الملك، والشهر الثاني كيكون بالموافقه ديال مول الشيك. هنا راه كيدير لك واحد السنوار الكتروني باش ما انك تهرب ولا تهرب لبرا ولا دير شي حاجه بحال هذا الشكل، كيديروا لك هذاك باش كيضمنوك انك كتبقى هنا. كيدار لك هذاك السنوار الالكتروني. ثم كاين واحد القضيه باش نشير ليها هنا، هذاك الشيكات راه ما كيكونش فيهم العقوبات البديله. شيك بدون رصيد راه ما كاينش عقوبات البديله، باش هذه القضيه تعرفها وتدخلها في بالك، باش ما تقولش لا راه ما غنخلصوش وغنخلص العقوبات البديله وغادي نخرج في حالتي. لا، هادوك راه ما داخلاش فيهم العقوبات البديله، وتعرف هذه القضيه هذه وتزيدها في بالك. وهنا واحد القضيه الناس ديال التجاره اللي كيبيعوا ويشريوا، هو انك باغي تاخذ شيك عند شي واحد، هو انك تاخذ عنده شيك اكثر من 10000 درهم، فوق من 10000 درهم، ويكون باري على اساس انك انت غتدفعه في الحساب ديالك، او لا ان هذاك الشخص يدير لك فيرمون انستونطاني ديال سور بلاص وتخلص فيه ديك الساعه.